بص، لو فاكر ان موسم الصيف 2026 مجرد افلام كوميديه وافلام اكشن نازله تفك على الناس في الحر ده، ونازله تفك على طلبه من ضغط امتحانات الثانويه العامه، فغالبا كده انت مش شايف الصوره كامله. لان بقى في حرب من وجهه نظري، حرب سخيفه وطفوليه شويه، وهنعرف ليه كمان شويه. فالنهارده هنتكلم عن افلام الصيف اللي نزلت او اللي لسه هتنزل، وصراع النمبر 1 واللي بقى حكر على المشاهد. ولو مستني مني ان اقول لك يا فلان نمبر 1 وافضل اطبل وازمر للفيلم الفلاني، ونعمل ماز ترى ماز ترى. فده مش هيحصل، لانه ولا طبعي ولا اسلوبي، ومش عايز اعمل كده. فمشروبك المفضل يا عزيزي، وتعال نشوف القصه دي بتقول ايه. هنبدا بالافلام اللي نزلت بالترتيب. اول فيلم نزل يوم 8 يونيو وهو فيلم شمشون ودليلة، بطولة النجم الفحل الطاغي الملك ملك التستوستيرون، اللي الناس كلها مشروبها المفضل في الصيف القصب. ده مشروب المفضل في الصيف والشتاء وكل فصول السنة، عصير الأسمنت، النجم أحمد العوضي. وبيشاركوا في البطولة مي عمر، خالد الصاوي، احمد الرافعي، واخراج رؤوف السيد. الفيلم بيحكي عن شمشون الحرامي التايب اللي بيلاقي اخته بتتخطف من الدولي اللي عامل دوره خالد الصاوي، واللي كان شغال معاه بس بيخطفها عشان يسرق له الماسة، لانه طبعا قبل ما يخطف اخته حاول معاه انه يسرقها، فشمشون رفض، راح خاطف اخته. بنروح الناحية التانية مع دليلة، البنت الحرامية اللي بتخش تقلب الناس الأغنياء عشان هي أجمل واحدة الساعة واحدة وكده يعني. وعشان طبعا هي بتعمل كده غصب عنها عشان أمها اللي بتاخد أدوية وحقن ب 150 ألف جنيه، الله يكون في عونها، بتجري على أكل عيشها برضه. لكن الشيوخ هنطلعهم ناس وحشة وكفرة ومبرقين وشكلهم يخوف. المهم، فالظابط أحمد الرافعي بيمسكها ويقبض عليها ويشترط عليها إن ملفها يبقى نضيف في الداخلية، مقابل إنها تسرق الماسة من زعيم المافيا اللي بعت رجالته يسرقوها من مصر. فكده الاتنين بقى بيدوروا على الماسة. شمشون بيدور عليها عشان أخته المخطوفة، ودليلة عشان الحكومة بتجندها إنها تسرق الماسة اللي اتسرقت من مصر واتهربت على أسبانيا. في المقابل يمسحوا ملفها من الداخلية، لأن طبعا محدش يقدر يرجع الماسة غيرها عشان هي سوبر وومن وفاتنة وكده يعني، وزي الفنانة نادية الجندي في مهمة في تل أبيب. وطبعا انتوا عارفين هيحصل ايه في النهاية، اللي أي طفل صغير ممكن يتوقعها عادي. وطبعا أحمد العوضي هيضرب أي دكر هيقابله في الفيلم، زي ما احنا متعودين من ملك الفحولة والرجولة. زي ما احنا عندنا المعلم حلاوة العنتبلي ملك اللحمة، عندنا دلوقتي احمد العوضي ملك الكبده النيه. وده طبعا اول تعاون بين احمد العوضي ومي عمر. بعديها بكام يوم، وبالتحديد يوم 24 يونيو، نزل فيلم صقر وكناريا، بطولة محمد إمام اللي واضح كده إنه ما اتعلمش أي حاجة من أبوه، وهنعرف ليه كمان شوية. وبطولة شيكو، خالد الصاوي، يسرا اللوزي، ويرا السكري، انتصار، محمود عبد المغني، ونسرين أمين. الفيلم بيحكي عن صقر اللي اسمه الحقيقي شاهين، اللي عامل دوره محمد إمام، وهو طالع مرتزقة بس بيتوب برضه، وبيكون محدش يعرف شكله غير يكن اللي هو خالد الصاوي، عشان شغالين مع بعض وكده. الناحيه التانيه بيبقى موجود بلال اللي هو شيكو، كاتب روائي عامل قصه بطلها اسمه كناريا، وكان نفسه يبقى هو كناريا ده في الحقيقه مش في الروايه بس. قصته بتبقى شبه حياه صقر بالملي. فصقر بعد ما بيتوب بيروح يسكن في بيت جديد، ويلاقي كناريا هناك بيكون جاره، وبتحصل حاجه كده في الفيلم بيخلوهم هما الاتنين مع بعض، وبتحصل لهم مواقف اكشن كوميديه. وطبعا محمد امام بيدغدغ اي حد في الفيلم، وبيقضوا على العصابه بقى، وبتبقى نهايه سعيده كالعاده يعني. نخش على الفيلم الثالث اللي نازل يوم 22 يوليو، فيلم خلي بالك من نفسك، بطوله احمد السقا وياسمين عبد العزيز. الفيلم من اخراج معتز التوني. الفيلم بيحكي عن فريده الشندويلي، بنت تاجر سلاح كبير، ابوها مات ومسكت تجارة السلاح من بعده، ونعم التربية والله. على الناحية التانية علاء البردويلي، مذيع في الراديو. مش عارف ايه الفكرة ما بين الشندويلي والبردويلي يعني، تقريبا عايزين يعملوا حاجة زي الهق والمق كده. علاء بيقابل فريدة بطريقة ما عشان ما نحرقش الأحداث، وبيحبوا بعض، وبيبقى في مواقف كوميدية ممزوجة بالأكشن، لأن طبعا فريدة هي اللي تاجرة السلاح، فالأكشن جاي كله من عندها. وأحمد السقا مذيع وملوش في أي حاجة، وشاب خام كده، مع ان سنه كبير وطالع شاب بقى وعايز يتجوز، مامته بتدور له على عروسه، بيعمل حاجات كده برضه مش هنقولها عشان ما يحرقش الفيلم اللي عايز يتفرج يعني، بس برضه حاجات اصغر من سنه بكتير. فالفيلم من نوعيه الافلام اللي احمد السقا بيحبها، وهي الاكشن الكوميدي. الفكره بقى ان مفيش اي اكشن من ناحيه احمد السقا خالص في الفيلم يعني، هو الاكشن كله جاي من عند ياسمين، هي بقى اللي بتضرب، الاكشن كله طالع من فريده، وبتتوالى الاحداث في السياق ده. فبرضه ده فيلم يعني لايق على موسم الصيف شويه، تخش عادي يعني. الفيلم الرابع معانا النهارده هنبعد شويه ونروح لعالم مارفل، وبالتحديد فيلم وتكمله اخر سلسله اللي من اجزائها هوم كامينج، فار فروم هوم، نو واي هوم. والجزء الرابع اللي بنتكلم عنه دلوقتي هو براند نيو داي. احداث الفيلم بتبدا باخر 4 سنين بعد اخر جزء اللي هو نو واي هوم، وبعد كده بيجيب بيتر باركر عايش لوحده، وما زال بيحارب الجريمه زي ما احنا متعودين منه عادي، وبيطمن من وقت للتاني على اصدقائه ام جي ونيد
اللي مشيوا عشان يكملوا الدراسة بتاعتهم. فجأة بيلاقي نفسه مع منظمة سرية جديدة بيتعاونوا معاه عشان بيعرفوا إن في خطر كبير جدا على حياته وحياة الناس المهمة اللي في حياة بيتر باركر أو حياة سبايدر مان. وبتظهر فيه حاجة جديدة بقى، وغالبا دي أول مرة تحصل له، حاجات بتغير في جيناته وميوله بتوجهه للشر مش للخير، ودي حاجة مختلفة جدا عن اللي متعودين عليها من سبايدر مان. فيا ترى الجينات دي هتأثر عليه وهتخليه يأذي كل الناس اللي حواليه ويكون مصدر خطر عليهم، ولا هيقدر يتغلب عليها ويبقى على طبيعته عادي؟ ده اللي احنا هنشوفه في الفيلم. وبالمناسبة الفيلم على مستوى المؤثرات البصرية حلو جدا جدا جدا، وتسلسل الأحداث ماشي بنمط يخليك حابب الفيلم جدا ومتحمس لكل حاجة فيه. وكمان في شخصيات بتظهر في الجزء ده حلوة جدا، أي نعم ما كانتش مؤثرة بشكل ملحوظ لكن كانت لذيذة يعني. نرجع تاني لمصر أم الدنيا بالفيلم الخامس معانا، هو فيلم الجواد اللي نزل اخيرا بعد تاجيلات كتيره جدا. الفيلم بيشهد عوده الثنائي والنوستالجيا الجميله اللي من بطوله محمد هنيدي ومنى زكي. بقالنا كتير جدا ما شفناش النجمين دول مع بعض في عمل واحد، والفيلم بيشارك فيه احمد السعدني، طارق عماد، باسم سمره، والفيلم من تاليف عمر طاهر واخراج اسلام خيري. قبل ما نبدا في الفيلم في سؤال مهم جدا كل مره بنساله عن افلام محمد هنيدي، هل دي عوده قويه لمحمد هنيدي؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد القصه. الفيلم بيحكي عن تاجر مجوهرات وزوجته بتحصل بينهم مشاكل وخلافات بتوديهم للطلاق مرتين، وطبعا بيرجعوا عشان بنتهم، لكن اخر مره مش بيستحملوا فبيبقوا عايزين يطلقوا، لكن بيعملوا محاوله اخيره انهم يروحوا لاستشاري علاقات زوجيه اللي هو احمد السعدني اللي بيحاول يصلح الدنيا بينهم عشان الحياه تستمر ويبقوا متقبلين بعض. وبيبان ان سبب من ضمن اسباب الخلافات هي الستات، ان شخصيه عمرو الجوهرجي دي انه بتاع ستات لكن شخصيته ضعيفه قدام مراته اللي بتكون شخصيتها قويه طبعا، وبتطلع كوميديا من الاحداث دي. طب برضه يعني ما جاوبتناش، هي دي عوده قويه لمحمد هنيدي ولا لا؟ بص، عوده قويه دي بيبقى ليها علاقه بالسيناريو او قوه الكوميديا في الفيلم. فمن وجهه نظري الكوميديا طالعه من الموقف، ودي حاجه كويسه كعاده محمد هنيدي، لكن ما كانش فيها صريخ ضحك اللي كنا بنشوفه زمان من هنيدي. بس مش معنى كده انها وحشه، لا هي مقبوله واحسن من افلام كتير عملها في اخر كام سنه. وفي كام افيه بصراحه في الفيلم مكتوبين بضمير الحقيقه. بس خلي بالك من حاجه برضو، الفيلم مش عائلي خالص بسبب الافيهات الغير لائقه، فنقدر نقول انها عوده مقبوله، ارحم بصراحه من منع البريمو او عنتر بن شداد او نبيل الجميل اخصائي التجميل ده. يعني نقدر نحط فيلم الجوهرجي بعد فيلم تيتا رهيبه مثلا. انا بس عندي مشكله من زمان قوي مع هنيدي، وهي التيمه اللي حاطط نفسه فيها ومش بيغيرها، انه بيطلع صغير وبيطلع شاب بقى وبيحب زي نبيل الجميل مثلا. الموضوع بقى رخم الحقيقه. ده كان مطلع احمد بدير جده فيلم منع البريمو، ووقتها كان سن احمد بدير 75 سنه ومحمد هنيدي 58 سنه، فده مش فرق ما بين جده وحفيده خالص. فبجد نفسنا نشوف فيلم لهنيدي تكون الكوميديا فيه حلوه جدا، ودي مشكله ورق برضه. بس الفكره انت عندك حريه اختيار كنجم بقيمه محمد هنيدي، والاهم من كده دور يليق بملامح هنيدي نفسه، لانه خلاص قيمه البيبي فيس دي خلصت، هو دلوقتي 61 سنه، فيا ريت كفايه بجد. الفيلم الاخير معانا محمود التاني بطوله احمد غزي وكزبره ومن اخراج عبد العزيز النجار. الفيلم الشبابي اللذيذ اللي حاسس انه هينجح لانه في كيمياء حلوه جدا بين غزي وكزبره، وجربناها في الجزئين بتوع الحريفه واتبسطت انهم استغلوا نجاح الفيلم وخدوا الاثنين دول وهم كويسين جدا. وبتدور احداث الفيلم في مربع الكوميديا بين شابين الاثنين بنفس الاسم محمود، لكن كل واحد فيهم عايش في مجتمع وبيئه ملهاش اي علاقه بالتاني خالص، فبتحصل حاجه بتخليهم كل واحد يبقى مكان التاني. وطبعا الكوميديا بتيجي من هنا لان كل واحد فيهم عايش في مستوى معين بعيد عن التاني تماما، فهنشوف الكوميديا هتطلع حلوه ولا لا. وبس كده، اتمنى ما اكونش طولت عليكم، ومهتم جدا اعرف هتخشوا فيلم ايه من الافلام دي، ولو دخلتوا فيلم من الافلام دي وفي وجهه نظر مختلفه عن اي حاجه قلتها في الفيلم يا ريت تقولوها لي في كومنت، وما تنسوش اللايك والشير واعملوا سبسكرايب لو مش عاملين. اشوفكم الحلقه الجايه.